عبد الله بن عبد الله بن شعلان فلان رئيس رات عبيده. قال لي لا اله الا الله، انا مكلمني ابوك قبل 3 شهور. قلت وش عنده مكلمك؟ قال حس اللي معروف عليه عام 1383 او 84 هجري في الدمام. انا معي سياره وهو معي سياره، يكد تاكسي من الدمام للحسا ويشيل 6 ركاب، الراكب 18، الركاب كلهم 18 ريال. اثره يشتغل في الرادو ومدري ايش، يقولوا طلع علي وصدم بيباني ودخل البيبان كلها حقتي. ولا والله سيارتي تكلف هاك القيمه. يقول يوم شفته صغير وعمره 23 سنه يقولوا للرجال متضايق. قلت الله يسامحك، وانا ان شاء الله بيدبرني ربي في سيارتي، بيباني كلها من عفسه. قال انت ابو عوف؟ من اللي يقوله؟ وليد. قال انت ابو عوف؟ قلت تعرفني؟ قلت ابوي ما يتكلم الا عنك. شفت الكرم شلون والوفاء، الابو معلم ولده جميع الصفات الجميله. يقول والله انا مخلوق تمعنا هالمعروف هذا. يقول وانا احب راس ابو عوف. ابو عوف قال يا ولدي، قلت ابوي معلمنا ومسجل علينا، قال هالرجال هذا ولا الرجاجين اللي هم معروفين علي لا تخلونهم. هذا من الوفاء، هذا من التعليم. هم يقول وانا والله في حيرة من امري، رجال يصدم ابوي قبل 40 او 45 سنه يسامح ابوي، وانا اصدمه الحين واسامحه بدون معرفه. اي صفات جميله هذه في هالعائله الكريمه. يقول وانا اتصل على ابوي، والله لقيت رقمه كان ما مقفل جواله، ولقيت رجال وحولني عليه. قلت يا ابوي السلام عليكم. قال عسى ما خلاف. قلت على العدو ما في خلاف. قلت انت تذكر ابو عوف؟ قال ايه اذكره، عسى ما في شيء. قلت لا والله ما في شيء، انا اليوم صدمته وهذا ما صار وهذا ما صار. انا اليوم صدمني وهذا ما صار وهذا ما صار. قال قل لا اله الا الله. قلت لا اله الا الله. قال انت فيك شيء، انت فيك خلل، انت في المستشفى. مو مصدق. قلت خذ كلمه واعطي التلفون ابو فلان. يا هلا ومرحبا. وش يقول هو يجلس ابو عوف يبكي، انا اشوفه يبكي قدامي ماسكن الجوال. يقول يا الله هديته. يقول وانا تستسمح منه وهو يستسمح مني جزاه الله خير ويروح. يقول ويقوم خذ ابوي وقفل الخط معي وخذ نص ساعه يدق عليه. قال يا عبد العزيز. قلت نعم. قال اسالك بالله العظيم سامحته بعد ما عرفته ولا سامحته قبل؟ والله يا ابوي اني مسامحه قبل. رجل وجهه اصبح ورجل ما فيه خير ومعه تاكسي. قال باقي على التاكسي لهالحين. قال لي والله يا ابوي بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، هذا اللي ربيتكم عليه. روح للسوق واشتر خروف ووده له هديه عشان له الليله. سيارتك وش احسن ورشه؟ قال الوكاله. قال ان كان في شيء احسن من الوكاله صلحها فيه وانا ابوك، ولا تشيل هم سيارتك كلها علي. وبيض الله وجهك، عز الله انك من ظهري يا ولدي. اللي انا يعني يقول رحت وديت له الذبيحه، قال هالحين عطب موترك وتجيب لي ذبيحه يا ولدي. قلت والله هذه من الوالد وانت تستاهل، ومعروفك انت ما يلحق، انت راعي الاوله. قال لا والله حتى انت راعي اوله، لانك انت تنازلت عندي وانا ولا تعرفني. انا ما ابغى اطول في القصه، لكن شوف سبحان الله كيف